السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة، اللهم امين يا رب. زي ما انتم شايفين كده، ده طريق المدينة العسكرية، وهنصور النهاردة في محل صورت فيه قبل كده وما شاء الله كان فيه مشاهدات حلوة جدا. توب 10، اي قطعة ب 13 ريال. ان شاء الله ان شاء الله بداية من اليوم الجمعة الجاية هتبتدي اجازة الترم الاول في السعودية، وهتبتدي التخفيضات تنزل بإذن الله. فان شاء الله الفيديوهات اللي جايه كلها هتبقى عباره عن تخفيضات وكل الحاجات اللي احنا حلوه اللي احنا منتظرينها في شهر 12. فتابعوني واشتركوا في القناه علشان حاجات. بصوا، في حاجه عايزه اقول لكم عليها. في محلات بيبقى مثلا زي الشبل كده، بيبقى عليها تخفيضات، بس صعب جدا ان انا اصور فيها، لان طبعا انتوا كلكم عارفين الزحمه اللي بتبقى هناك، لان انتوا عارفين حاجه الشبل جامده جامده قد ايه وحلوه جدا. فصعب ان انا اصور ومنتج وما ابعت لكم الفيديو يكون اصلا حاجه اتشالت. فان شاء الله اول ما هعرف تخفيضات الشبل هنزل على طول بوست على المنتدى عندي بان في تخفيضات يا بنات وروحوا الحقوا. لان صعب والله ان انا اصور هناك خالص، ولو عرفت ان شاء الله برضو هصور لكم هناك باذن الله. فانا ان شاء الله اول ما هعرف هنزل على المنتدى على طول علشان تلحقوا تروحوا. كده دخلنا خلاص توب 10. زي ما انتم شايفين كده، اول حاجه دخلت عليها على طول الشيلان ديت. شيلان، هي خريفي كده او صيفي. تلبسي تحتها مثلا حاجه قط مثلا لغايه تحت يعني، طويله مثلا كده، او تلبسيها على بنطلون. براحتك طبعا. زي ما انتم شايفين كده، في منه كذا لون. وقربت كمان للخامه كمان عشان تشوفوها. الخامة حلوة جدا، وكمان الشال فيه معاه حزام، مش عارفة الحزام ده اتعمل بإيه أصلا. حاسة إن ملوش أي لازمة، يعني أنا حاسة إن الشال كده وأنتي حطاه كده على كتافك كده هيبقى شكله أحلى بكتير، يعني من إن أنتي تعملي عليه حزام. في كذا شكل زي ما انتم شايفين. بصراحة أول مرة توب 10 تجيب الشيلان ديت هنا في أول مرة يجيبوها يعني عموما. وكمان في تشكيلة حلوة جدا، يعني في كذا لون. أنا يعني صممت إن أنا أصور كله، لأن بصراحة كل ما أطلع لون كل ما يعني أحس إن اللون التاني أحلى، كمان أحلى وأحلى. فكلهم بصراحة كانوا شكلهم شيك، وحتى البنات لما شافوني واقفة بصور وكده كلهم ما شاء الله جم أخدوا منه. فهو بصراحة خامته حلوة للبنات او للنساء اللي بتحب، يعني بيحبوا الستايل ده في اللبس وكده. اللون ده برضو كان عاجبني قوي، شايفين؟ رقيق جدا وشكله حلو قوي. وكمان في الطبيعة شكله حلو كمان عن الصورة كمان. توب 10 في اليوم ده اصلا كان زحمه جدا جدا جدا. كويس اصلا ان انا عرفت اصور، لان انا ما كنتش عايزه حد يطلع معايا في الكاميرا. ما بحبش كده، فوالله كنت بحريصه ان انا يعني ما فيش حد يخرج معايا يطلع معايا في الكاميرا. عشان ما فيش حد يتضايق وكده. بس بصراحه كان زحمه جدا، كل ما اروح في مكان الاقي هنا زحمه هنا زحمه. بس الحمد لله الحمد لله، صورت المكان كله تقريبا. انا ما سبتش ولا اي حاجه كويسه غير لما صورتها في توب 10. حتى كمان الدور التاني والاحذيه واللبس الاطفالي وكل حاجه صورتها. خلاص كده. نروح بقى في ستاند تاني ونشوف ده برضو زي بلورو كده. وفي منه ده ايه كمان، ده بلورو برضو. يعني هو تيروكول اللي هو الناعم ده، مش التخين الصوف التخين قوي ده، لا. طبعا كل اللي انا صورته ده يا بنات كل ده ب 13 ريال، اي قطعه ب 13 ريال. فين بقى ايام ما كانت القطعه ب 10 ريال؟ ما عادش طبعا، بقى الاسعار زادت. وكمان كان في في الدور التاني. هنشوف مع بعض كل حاجه دلوقتي. في الدور التاني كان في الدور التاني احذيه، يعني ب25 ريال تقريبا او ب24 حاجة زي كده، بس كانت جميلة. بناتي وولادي. وكانت جميلة جدا وبتعيش برضو فترة مع الولاد وكده. بس للأسف ما عادوش بيجيبوا منها، فكل اللي موجود هناك 13 ريال. فاللي هو ايه، خفت ان انا اشتري للولاد. انا كنت بجيب لهم يلعبوا بيه كوره كده، اللي هو ايه، في الحديقه مثلا وكده، يبهدلوا بدل الكوتشيات الغاليه وكده. بس هم كان لسه عندهم بأمانة ان انا لما كان بيبقى فيه عروض حلوة، مش عروض يعني، بيبقى فيه تشكيلة حلوة في الدور التاني وكده، كنت بجيب لهم منهم كذا مقاس وعينه وعندي في البيت. فالمرة دي ما لقيتش اي حاجة كويسة خالص في الكوتشيات، وهنشوف مع بعض دلوقتي. مفيش حاجة غالية، يعني كل اللي كان موجود هناك ب 13 ريال، والخامة كده مقلقة منها، فاهمين قصدي؟ طبعا انا بتكلم وانتوا بتتفرجوا زي ما انتوا شايفين كده. اي قطعة زي ما قلت ب 13 ريال، مفيش اسعار مختلفة ولا حاجة.
التيشيرت ده برضو نسائي، برضو جميل جدا في الطبيعة، وكان لونه حلو جدا. انا بحاول ان انا اقرب لكم كده للخامة علشان ايه تعرفوا ان. عايزة اقولك على حاجة كمان، عايزة اقولكوا على حاجة قبل ما انسى. عايزة تعرفي ازاي ان الخامة اللي قدامك دي وحشة ولا لا. انا نسيت اعمل لكم التست ده وانا بصور. هتعملي صباعك كده كأنك بتخرمي بيه القماشة مثلا او التيشيرت كده من تحت كده او من اي مكان، بس المهم يعني عشان ما تبهدليش التيشيرت. فبنعمله من تحت كده. من الكنار من تحت بتاع التيشيرت، تمام. بتدخلي صباعك فيه كده وبعدين تشيلي صبعك. لو لقيتي صبعك معلم في التيشيرت، اعرفي ان الخامة ديت هتمط معاكي في الغسيل ومش حلوة. لو رجعت زي ما هي ومفيش اي وصبعك مش معلم في القماشه نفسها، اعرفي ان ديت خامتها حلوه جدا وخديها وانت مطمنه. طيب مثلا لو عايزه تجيبي اي الوان وبرضو خايفه ان انت تطلع بتغير لون معاكي من الغسيل وكده، زي مثلا التيشيرت الفوشيا اللي احنا شايفينه ده. انت مثلا عايزه تشتريه وخايفه لونه يغير، فبتجيبي يبقى معاك كلينكس مناديل مبلله، تمام. وبتمسحي بيه التيشيرت جامد كده برضو من طرفه كده من تحت. لو لقيتي طلع لون، اعرفي ان هو هيغير لون ومش حلو. ما طلعش لون في الكلينكس، فاعرفي ان هو خامته حلوة ومش هيطلع معاكي لون ولا حاجة. معلومة عارفاها حبيت افيدكم بيها طبعا، واحنا بنتفرج كده مع بعض. شايفين التيشيرت اللي انا ماسكاه ده؟ خامته تحفة جدا جدا جدا. شايفين الكحلي بتاعه جميل. في منه اللون ده، وفي منه الكحلي اللي هو البطيخي ده، والكحلي والفسفوري، بس انا ما صورتلكوش الفسفوري. كده خلاص دخلنا على قسم الأطفال. عايزة أقول لكم أصلا مش عارفة في توب 10 بحسه كده، بحسه يعني مجرد إحساس إنه بيهتم بالولادي جدا عن البنات، مش عارفة ليه. دايما بحس هناك إن الحاجات الأطفال البنات بالذات بحسها شعبي شوية. ممكن في الأعياد عيد الأضحى وعيد الفطر بحس إن هما بيهتموا شوية وبيجيبوا حاجات حلوة وبيجيبوا فساتين على فكرة. أحيانا بتيجي فساتين تحفة تحفة تحفة، والله أنا كنت واخدة منها أحيانا قبل كده كذا مرة، بصراحة تحفة جدا. فالمرة دي بصراحة أنا ما عجبنيش ولا حاجة خالص في لبس البناتي. كل اللي كان عاجبني في الولادي ما فيش أي حاجة بناتي حلوة، غير كام جاكيت كده هنشوفهم مع بعض دلوقتي. شايفين بقى التيشيرت. معلش والله جالي مكالمة، فصلت المونتاج بتاع الفيديو. بس المكالمة دي بصراحة أنا منتظراها من الصبح. الحمد لله يا رب، كان في حد تعبان يعني، الحمد لله وطمنا عليه. الحمد لله الحمد لله، وشكوا حلو عليا. الحمد لله يا رب. خلاص كده. كنت بقول ايه؟ التيشيرتات ايه مش فاكرة. كنت بقول ان التيشيرتات اللي كانت قدامكم دي كانت خامتها حلوة جدا، والتيشيرت البولو ده كمان حلو جدا، خامته حلوة. هو عموما حاجة الولادي كلها حلوة. الولد ده كنت بعكسه في عمال يجري هو وولد صغير تاني ويقول بخ، فبيفتح وبيحوش ايده من على وشه لقاني. قلت له انا اللي اقول لك بخ بقى ولا ايه؟ انت اساسا انا مش عارفه اصور منك. فقعد يضحك بقى. المهم زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم كمان حاجه، ان شايفين التيشيرتات اللي انا ماسكاها دي في منها كتير جدا جدا في توب 10. الناس اللي هي بتحب الحاجات دي موجوده كتير كتير، سواء بناتي او ولادي. آه دول بقى يعني في الشتاء في مصر. كل حاجه في مصر. وده كمان في بناطيل جينز زي ما انتم شايفين تحت موجوده اهيت في كذا مقاس برضو. حلوه برضو. بس مش هقول لك حلوه قوي يعني، هي حلوه. حلوة، بس هي مشكلتها ان السوستة بتبوظ بسرعة جدا، يعني بعد كام شهر كده بتبوظ. برضو السويت شيرتات دي برضو هي مش تقيلة قوي ومش خفيفة قوي، حلوة برضو. والتيشيرت ده كمان كان جميل قوي، ده تقريبا كان منه اخر قطعة اللي انا ماسكاه في ايدي، ده كانت خامته حلوة جدا. اللي تحت دولت لا ما عجبونيش بصراحة. دخلنا هنا قسم البناتي. كده دخلنا القسم البناتي. في برضو بناطيل جينز وفي كذا لون، وفي كذا مقاس برضو. دي الجواكت اللي انا قلت عليها. برضو الجواكت دي ب 13 ريال. كنت بشوف ناس كتيرة بياخدوا منها. فانا ما جربتهاش بصراحة، بس كنت بشوف ناس كتيرة جدا بتاخد منها. طبعا تخينة يعني هي. انتوا عارفين الخامة دي اصلا يعني بتدفي يعني حلوة.
فاهمين قصدي؟ برضو انا شايفه سويتشيرتات كتير موجوده سواء بناتي او ولادي. هنا برضو كل ده بناتي، نساء، اطفال. ده بنطلون اللي هو القطيفه المضلع ده، وفي برضو دي بناطيل كده بيتي تلبسها يلبسوها في البيت مثلا، على اي سويتشيرت. وفي برضو البلوزه دي كانت عجباني قوي، دي احلى حاجه عجبتني هناك، يعني المفروض يعني ده احسن الحلوين اللي هناك. وفي اشراط جينز، شايفين الشورت ده برضو حلو قوي. في الاعياد زي ما قلت قبل كده، في الاعياد بصراحه بيجيبوا حاجات حلوه. بيبقوا مهتمين بفساتين البنات، وبيجيبوا جينز حلو، وبيجيبوا تيشيرتات جميله وبتبقى حلوه قوي. اكتر حاجة هنا في قسم المواليد، انا مش عارفة، هو انا صورته بس المقطع فين مش عارفة. هشوفه لكم دلوقتي. القسم المواليد بصراحة كان احسن حاجة هناك، سلوبيتات جميلة جدا وفيها حاجات حلوة جدا، هنشوفها مع بعض دلوقتي ان شاء الله. آه برضو ما زلنا في قسم البناتي. لسه ما طلعناش فوق ولا حاجة. طبعا انا بصور بس والله ما كانش عاجبني حاجة، بس انا يعني اللي كان بيلفت انتباهي بصوره. وفي حاجات برضو بتبقى فيه ناس عايزة يعني حاجة، يعني اسعار قليلة وكده. فالناس اللي طلبت مني اصور في توب 10. هو مش وحش يا جماعة والله، بالعكس في حاجات بتبقى حلوة، وبيبقى في حاجات فيها ماركة. والله العظيم في حاجات انا جايباها من هناك فعلا قبل كده، غسيل ولبس ما شاء الله جميلة جدا. في حاجات بقى انا كنت جايباها من ماكس، عايزه اقول لكم اصلا يعني وبرت كده وعملت وبر وما عادتش حلوه خالص في اللبس. يعني مثلا الحاجات الطبات اللي انتم شايفينها قدامكم ديت برضو خامتها حلوه جدا جدا. وفي منها الاسود وفي منها الفوشة، شايفين شايفين ده بقى ابو فيونكه ده حلو قوي. في منه الاسود بقى تحفه، الفوشيا والاسود منه هما لونين بس. ده برضو ب 13 ريال، اي قطعه ب 13 ريال، سواء مواليد سواء بناتي سواء نسائي، كله ب 13 ريال. شايفين بقى الاسمر ده حلو قوي، جميل جدا والله، ما شاء الله حلو. يعني حلو، حلو على سعره، حلو جدا، وخامته كمان مش وحشة، خامته حلوة. هنا برضو ما زلنا في قسم النسائي، مش الأطفال بقى خلاص. السوق كله زي ما انتم شايفين، يعني زي ما انتم عارفين هو كله فتح في بعضه، فاهمين قصدي؟ في منها التيشيرت ده، في منه الأبيض وفي منه الفوشيا اللي احنا النبيتي. و برضو دي تيشيرتات كده بنص كم، نسائي. المقاطع معلش يعني انا كنت بصور من فيديو من موبايل، ورجعت تاني حولت المقاطع ديت من الموبايل بتاعي. فالمقاطع متغيرة يعني. انا كنت مصورة الاول النسائي، بعد كده الولادي البناتي، وبعدين طلعت فوق. فمعلش بقى سامحوني لو المقاطع مختلفة، يعني متلخبطة شوية. زي ما انتم شايفين الجيبات اللي عدت دي جيبات جلوش كده حلوة برضو. ودي قمصان شقة كده برضو خامتها حلوة. آه برضو عايزه اقول لكم كمان ان بيبقى في حاجات احلى من كده كمان في توب 10. خصوصا في النسائي كمان بحسهم بيهتموا شويه بالنسائي اكتر واكتر. بيبقى في حاجات برضو حلوه جدا، وبيبقى في حاجات جميله سواء صيفي سواء شتوي. عايزه اقول لكم ان انا كنت جايبه منه حاجات شتوي السنه، يعني من سنتين كده، ما شاء الله حلوه جدا. وفي بناطيل يا بنات انا نسيت اصورها، بناطيل اللي هي البيجامات الشتوي القطيفه دي، في منها مقاسات كبيره جدا مقاسات صغيره، كل المقاسات موجوده. بس والله سامحوني كان فيها، كان على الستاند ده زحمه. شايفين الجيبه دي بقى حلوه قوي. كان على الستاند زحمه، ما عرفتش اصور البناطيل، بس في يعني تشكيله حلوه جدا هتعجبكم. وخامتها حلوه جدا على فكره، يعني 13 ريال بس، والله العظيم هتعجبكم. غسيل ولبس ما شاء الله حلوه جدا. شايفين الجيبه الجميله دي، 13 ريال. دي جيبه سواري ذهبي كده. في جيبه هنا انا جبت منها قبل كده، تمام، ولقيتها هنا، بس انا هقول لكم عليها ما تجيبوهاش، لان انا جبتها وعملت لون كده، طلعت لون اسود كده. فانا صورتها علشان اقول لكم ما تجيبوش زي دي. لكن الابيض منها كنت جايبه منها الاتنين، اسود والابيض، الابيض حلوه، لكن الاسود بتاعها لا مش حلوه. تقريبا هي دي. ايوه هي دي.
دي اللي انا كنت جايباها وطلعت لون اسود كده، فما عملتلهاش تيست بصراحه، ما كانش معايا مناديل ساعتها، فما عملتش تيست واخدتها وخلاص، قلت انا ونصيبي وحطيتها في الشنط وخلاص، وما ما لبستهاش حتى. لكن بعد كده اكتشفت ان هي بتطلع لون، فخلوا بالكم انتوا كمان ما تجيبوهاش، لان هي بتطلع لون. لو الابيض منها حلوه جدا هاتوها. دي برضو جيبات يعني بتهيألي لغايه الركبه دي ولا ايه مش عارفه. في حاجات نسائي طبعا، الحاجات الخاصة موجودة هناك، البنات اللي هم عايزين حاجات زي كده بسعر قليل برضو حلوة هناك. بس طبعا انا ما بصورش الحاجات دي على القناة عندي خالص. لكن في قسم طبعا، ما في يعني تحت السلم كده، اللي هو وانتي طالعة الدور التاني تحتيها على طول هتلاقي ستاند كبير كده. ده برضو توب كده، ممكن نقول عليه سواري او حاجة. في حاجة تانية برضو انا مصورة سواري برضو، هنشوفها دلوقتي مع بعض. ده المقاسات، بشوف المقاسات. ده برضو زي توب كده، شكله من بعيد حلو، لكن لما قربت له ما حسيت ان انا ما حبيتوش، لا. في حاجة يا بنات عايزة اقولها لكم، انتوا حاسين ان الفيديوهات بتاعت الفلوجات طويلة، يعني الوقت بتاعها طويل، اختصر في الوقت عن كده، ولا انتوا حابين ان انا اصور بالتفصيل؟ لو حابين اختصر في الوقت او انزل الفيديو على 2 فيديو، انا ما عنديش اي مشكلة. لو حابين الفيديو يفضل طويل كده، انا ما عنديش اي مشكلة. زي ما انتوا عايزين قولوا لي في الكومنتات، وانا هعمل اللي انتوا عايزينه ان شاء الله باذن الله. شايفين بقى التوبات التايجر دي حلوة جدا، كانت عجباني قوي. فزي ما انتوا عايزين قولولي، وانا هعمل اللي انتوا هتقولوا عليه. لو عايزين الفيديو على 2 فيديو وانزله مثلا كل يوم، انا ما عنديش اي مشكلة. يعني الفيديو ينزل على يومين، تمام. ديت بلوزة، بس لا وحشة. شوفوا الكم بتاعها عامل ازاي، الكم جل، وهي حرير، فاهمين قصدي، شيفون قصدي. التوب ده برضو البنات الرفيعة بقى، الرفيعين مش احنا. مش احنا طبعا. على فكرة في الحقيقة الأصفر ده في كحلي تحفة 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 جدا. شكله في اللبس حلو قوي. طبعا في البيت على بنطلون جينز كده يبقى شكله شيك قوي. هنا برضو ده قسم طرح، وفي فوط، وفي سجاد صلاة. برضو ب 13 ريال. هنا كده بقى دخلنا على قسم المواليد. شايفين الفستان؟ اول حاجة بدأت بيها كده سكر كده، حاجة كده كيوت كده وعسولة. فحاجات جميلة، حاجات البيبيهات المواليد بصراحة جميلة جدا، والخامة طبعا جميلة جدا، لأن طبعا الحجم صغير فمش هيوفروا في الخامة، يعني فاهمين قصدي. في توبات، شميزات، بلوزات، دريسات صغننة كده. السلوبيتات هناك برضو كانت كميات كميات كبيرة جدا. وفي لبس داخلي برضو هناك مواليد. مثلا السلوبيتات اللي انتوا شايفينها قدامكم اللي تحت دي الصيفي، دي مواليد على طول، يعني بيتهيألي البيبي يتولد من هنا يلبسها على طول. وكمان السلوبيتات القطيفة دي، شايفين الخامة حلوة ازاي، جميلة جدا. في يعني، بس خلي بالك برضو يعني تمسكي الخامة كده وانت بتشتري، علشان في حاجات حلوة قوي وفي حاجات معقولة، مش يعني مش قوي، فاهمين قصدي. يعني مثلا السلوبيتات شايفين الحاجات الجميلة. معظم اللي هناك كان بصراحة سلوبيتات. انا بحب السلوبيتات للولاد جدا، بحبها جدا. انا كنت ولادي وهم صغيرين على طول لبسهم كله كان سلوبيتات بصراحة. شايفين السلوبيت الاصفر والابيض ده، وده كمان في منه الاحمر في فايت، وفي منه كمان الكحلي هنشوفه دلوقتي مع بعض. ده سلوبيت كده، بصي بقى بطانية، ده بطانية على طول، حلو جدا وتقيل جدا. هوريه لكم تقريبا من جوه، شوفوا متبطن من جوه، تخين تخين جدا. طبعا برضو 13 ريال. السلوبيت اهوت اللي انا قلت لكم، اللي هو زي الكحل الاحمر في اوف وايت. ده سلوبيتات كده بناتي بحمالة كده جميلة قوي. طبعا تحت الهدوم كده ما حلوة. آه ودي بناطيل ولادي، الاخضر والاحمر والابيض والاصفر والازرق والكحلي، في منها كذا لون. برضو البنطلون ب10 ريال. برضو هنا تيشرتات كده ولادي. احنا داخلين كده خلاص، احنا طلعنا من قسم المواليد، داخلين على الولادي. التيشيرت كده ده التيشيرت ده برضو كان خامته حلوة. بصوا هقول لكم على حاجة، مش كل التيشيرتات في توب 10 حلوة. في حاجات بتلاقي خامتها تحفة،
تحفة. اعرفي ان دي فرصة تاخديها على طول، ما تسيبهاش حتى لو المقاس كبير على ابنك، خديه وعينيه. الخامة اللي هي تحسيها خفيفة كده او ايديكي باينة منها كده، لما تحطي ايدك تحت التيشيرت ايدك باينة، لا طبعا ما تاخديش دي. المكان يا بنات طريق المدينة العسكرية، توب 10 طريق المدينة العسكرية، لأن في بنات ما بتبقاش عارفة الأماكن لأن لسه جداد. التيشيرت ده كانت خامته تحفة جدا جدا جدا، بس أنا ما جبتوش، أنا كنت هاخد منه بس افتكرت إن أنا عندي حاجة زيه كده بالظبط للولاد. ده على فكرة التيشيرت اللي قدامكم ده ولادي مش بناتي. أي أنا سبت التصوير وقعدت ألعب. ماشي، شكرا يا ست مروة. لا ده انتي مصممة بقى. خلاص ماشي، كملي 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 شغل. خلاص، وده التيشيرتات دي برضو كانت خامتها تحفة تحفة تحفة، وشكلها رقيق جدا. شايفين خامتها؟ يعني الخامة نفسها كانت جميلة جدا، عجباني جدا والله، وهتعجبكم جدا انتوا كمان. وفي منها مقاسات كبيرة على فكرة، يعني هي المقاس اللي انتوا شفتوه ده مقاس صغير وفي مقاس كبير. احنا كده بقى طلعنا الدور التاني. اول ما طلعت الدور التاني لقيت البيجامات دي قطيفة وتخينة وحلوة جدا للولاد الصغيرة، بتدفي جدا، وب 13 ريال البيجامة على بعض. دي برضو بيجامة ممكن نقول عليها خريفي برضو. آه آه عايزه اقول لكم على حاجه، اللبس اللي هو في الدور التاني ما انصحكوش بيه قوي. الحاجات اللي هي القطيفه الصغيره بتاعت الولاد دي مش مفيش مشكله، الحاجات الخريفي والصيفي انصحكم بلاش. ليه بقى؟ لان هي بتبقى الخامه نفسها مش قد كده. طبعا القطعتين مش زي قطعة، يعني القطعة بتبقى خامتها حلوة لو قطعة واحدة، انما القطعتين طبعا بتبقى الخامة اقل، طبعا اقل بكتير كمان. احنا هنا كده في قسم الاحذية، طبعا ده في الدور التاني. اي شوز من اللي قدامكم ده ب 13 ريال. في كمان مقاسات بيبيهات برضو، يعني موفرين كل المقاسات. شايفين شايفين الحاجات الصغننة الجميلة دي؟ شايفين؟ في اشكال تانية كتيرة. مش عارفة، بتفكرني بحاجات زمان كده، يعني مش زماننا احنا، زمان اللي هو الابيض واسود. زي ما انتم شايفين برضو في حاجات تانية ولادي هنشوفها دلوقتي مع بعض. ودي كوتشيات كده ولادي برضو، اللي هم بتوع ابتدائي كده، 7 سنين 8 سنين 9 سنين كده. كان بقى هنا في المكان ده بالظبط، كان بيجي هنا بيبقى في ستاند هنا اللي هو ب 24 ريال، ده بيبقى فيه حاجات حلوه قوي. هنا كده بقى نتوصى بالبنات، بما اننا ما صورناش كتير للبنات النهارده. كل الحاجات اللي انتم شايفينها قدامكم دي بناتي. شايفين بقى الامارات ده؟ شايفين بقى السكر ده كله ب 13 ريال برضه. كل حاجة هنا ب 13 ريال فوق وتحت زي ما انتوا شايفين. شايفين الحاجات السكر دي؟ انا عايزة اصور لكم على قد ما اقدر والله. في حاجات كانت عجباني قوي. هنشوف برضو مع بعض هنا حاجات للبنات، حاجات حلوة برضو هتعجبكم. طبعا متوفر كل المقاسات، يعني في مقاسات كتيرة جدا موجودة، كل المقاسات اللي تخطر على بالك تقريبا هتلاقوها. عايزة اقول لكم على حاجة والله، انا اول مرة اشوف في توب 10 مقاسات في الأحذية. آه يعني بصوا 43 و44، بجد مقاسات ضخمة جدا، مقاسات خاصة طبعا، يعني دي مقاسات خاصة. عمرهم ما جابوا المقاسات الخاصة خالص، أول مرة أشوفها. وحاجات يعني لذيذة، يعني مش انها مقاسات خاصة شكلها بشع، لا حلوة. في مقاسات النسائي برضو 40 41. وفي يعني من 41 وانت نازلة لتحت لغاية 36 تقريبا. فاهمين قصدي؟ برضو كل الحاجات دي بيبيهات، حاجات حلوة برضو جميلة، برضو اي قطعة هنا ب 13 ريال. آه طبعا كل واحد وذوقه بقى. الشنط دي برضو يعني هي مش واو، مش واو. ممكن مثلا الحاجات الملونة والحاجات الجميلة دي تاخديها مثلا كده للدروس كده للولاد وكده. شايفين السليبر ده برضو؟ عاجبني، كان حلو، شكله حلو. آه في منه الوان كتير، الذهبي وفي النحاسي وفي الاسود، وفي حاجات كتير بصراحة. انا يعني مش مركزة على حاجة معينة الا الحاجات اللي بتشد انتباهي، بس انا مصورة كله، يعني انا ما سبتش اي حاجة الا ما صورتها للبنات فوق. بس
ما تنسونيش بقى من اللايك، اعملوا لايك للفيديو، لان فيديو شبرا انتوا اهملتوا خالص في الفيديو في اللايكات، وشفتوا الفيديو ونسيتوا تعملوا لايك. فاتمنى ان انتوا تعملوا لايك للفيديو علشان الفيديو يوصل لعدد كبير من البنات. شايفين بقى الهاف بوت ده برضو كان عاجبني جدا، ده طبعا ب 13 ريال. حاجات جميله والله، يعني مثلا ده حلو، يعني بص مش هقول لك الخامه طريه، لا ناشفه شويه، ناشفه، بس شكله لذيذ والله، والله شكله جميل جدا. شايفين الكوتشي ده؟ خلاص يا عسل والله. هنا بقى قسم البلارينات. انا معشوقة للبلارينات، بس مش الشكل ده. شايفين بقى الجمال ده؟ هنا كده بقى ده قسم الأحذية النسائي في الدور التاني برضو. هنا باليرينات، وفي سليبرات، وفيها يعني في تشكيلة حلوة برضو، حاجات نسائي برضو اللي هي ستاتي، مش نسائي يعني ستاتي شوية. زي ما انتم شايفين كده. طبعا كان صعب ان انا اصور كله بقى، فبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص، وانا كده بقى خارجة خلاص، نازلة بقى نازلة تحت. فأتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش اللايك للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن، وكمان تشجعوني وابقى اتحمس اكتر واكتر للفيديوهات الجايه ان شاء الله باذن الله. لان ان شاء الله الفيديو الجاي برضه هيبقى خطير خطير. انا اصلا بستنى التخفيضات بتاعتهم بفارغ الصبر، فان شاء الله انتظروا الفيديو الجاي، واشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش. ويا رب ما كنش طولت عليكم ويكون الفيديو عجبكم، واترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.